طفل عنده 4 سنين بيبص لمامته في هدوء ويقول لها أنا مش ابنك، أنا كنت ممثل في هوليوود. قال اسم الشارع اللي كان ساكن فيه، عدد أولاده، لون عربيته، وحتى إنه سافر باريس كذا مرة، وكل تفصيلة من اللي قالها طلعت حقيقية. هل ده ممكن يحصل؟ النهاردة هحكي لك القصة كاملة وهتقرر بنفسك هل ده خيال طفل ولا في حاجة تانية بتحصل بعد الموت إحنا لسه مش فاهمينها. في طفل أمريكي صغير اسمه راين، من أول ما بدأ يتكلم كان بيقول حاجات غريبة، مش مجرد خيال أطفال، ده كان بيحكي عن حياة كاملة عاشها قبل كده. قال لمامته أنا كنت ممثل في السينما، كنت بركب عربية خضرا فخمة من اللي النجوم الكبار بس بيركبوها زمان، كنت متجوز وعندي 3 أولاد وسافرت باريس كذا مرة. الأم في الأول افتكرت إنه بيتخيل، لكن الولد كان بيقول التفاصيل كأنه عايشها، فقررت تكتب كل كلمة قالها وتروح لدكتور متخصص اسمه جيم تاكر بيحقق في الحالات اللي الأطفال بيفتكروا فيها حياة سابقة. الدكتور بدأ يبحث في كل حاجة، وفي وسط الصور القديمة من هوليوود الطفل شاور على صورة وقال ده أنا. الصورة دي كانت لممثل اسمه مارتي مارتن، مش مشهور قوي لكنه اشتغل في السينما زمان وفعلا ساب التمثيل واشتغل ورا الكاميرا. سافر باريس وكان عنده 3 أولاد وركب عربية خضراء وساكن في نفس الشارع اللي الطفل قاله بالحرف. كل حاجة الطفل حكاها اتأكدت. الموضوع ده فتح باب كبير لأسئلة كتير. هل دي صدفة؟ هل ممكن الطفل يكون شاف فيلم أو كتاب أو صورة وتأثر بيهم من غير ما ناخد بالنا؟ ولا فعلا في حاجة أعمق بتحصل، حاجة مرتبطة بالوعي أو بالروح؟ في نظريات بتحاول تفسر ده، زي فكرة إن المخ بيخلط ما بين ذكريات حقيقية وخيال، وفي اللي بيقول إن في نوع من الذاكرة المشتركة بين البشر بتظهر عند بعض الناس في لحظات معينة. لكن في الآخر التفسير مش واضح، واللي حصل فعلا لسه مش مفهوم. تفتكر فكرة تناسخ الأرواح ممكن تكون حقيقية؟ ولا دي مجرد محاولة من العقل البشري إنه يلاقي معنى لحاجات مش قادر يفسرها؟ سيب رأيك في الكومنت.